سهل جدا ويديكي سرعة انك انتي تعملي الكمية الكبيرة دي، ما تاخدش 5 دقايق يعني. وهنبتدي برضو نحط الجبن، ممكن جبن مشكلة، جبن شيدر، جبن ميكس جبن، ممكن جبنة رومي، اي جبن، جبنة بيضة ببقدونس، جبنة بدون ملح، نخلطها ببقدونس ونحط فيها فلفل الوان. حد بيحب الحاجات السبايسي نحط فيها فلفل اخضر حامي وكل حاجة. يعني هي العجينة بتديكي مجال انك تفكري وتعملي افكار جميلة بس انا بديك الخيط، الفكرة الصغيرة اللي هي تريحك وتعملي بيها مقدار جامد. يعني الكوباية دي يعني ممكن تكفي 7 افراد، يعني بسم الله ما شاء الله، وتشبعهم برضو. تاكلوا بقى جنبها بطاطس، جنبها تحطي كاتشب، طحينة، اي حاجة جميلة جدا، خضار في البيت. هنبتدي هنا نحط برضو، حطينا اللحمة وهنا حطينا فيها جبنة وهنا ميكس جبن، وبنعملها برضو هبوريها لكم. بنعملها زي الفطاير الصغننه، ونيجي الشوكه نضغط كده كام ضغطه بالشوكه ونسيب فراغ جنب ضغطه الشوكه عشان نيجي بالشوكه نروح عاملينها كانها ورده، زي حرف الورده كده. وشوفوا الكميه قد ايه كبيره. وحضرنا الزيت بتاعنا هنا كان سخن وغزير، وابتدينا ننزل السمبوسه بتاعتنا. ولا تشتري سمبوسه غاليه ولا ما تعرفيش مركونه ولا ايه، حاجات طازه. وهنا حطيناهم اهي، ملينا الطاسه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. وهنبتدي نقليها بقى، يعني احنا ما بنخليهاش تقعد بعد ما بنحشيها على طول، ولا فيها بيكنج باودر ولا فيها خمائر ولا حاجه، يعني صحيه جدا جدا جدا. اهي شوفوا جميله ازاي، واتنفخت وحجمها زاد رغم ان ما فيهاش اي مكونات للخمائر، ادتنا شكل ضاعف وبقت جميله جدا. اوعوا تنسوا اللايك والشير وتشتركوا في القناه وتشوفوا كل جديد باذن الله. شوفوا كميه الطاسه اتملت بطريقه جميله ازاي، وادتنا سمك، ادتنا حجم متضاعف واتنفخت رغم ان اللي بقول لكم ما فيهاش اي خمائر، هي شويه الزيت وشويه ونقذره الملح. هنا هنقلبها بقى عادي. انا طبعا بس عايزه اقول لكم ملحوظه، ما تحطوش الجبن مع اللحوم، تحطوها في طاسه تانية، لان الجبن برضو ايه فيها الموزاريلا فطلعت فدتنا في الزيت، ابتدى يحمر يعني ويديني نقط حمرة كده. فانا يعني دي الملحوظه اللي بقولها لكم اللي بانت في